الجميع يتدخل والجميع يقرر وتا واحد ما تيتحمل مسؤوليه القرار. صافي تا واحد ما تيتحمل. هذا هو اللي كاين. الانتدابات اللي جابوا التلعب ما خدام مصالح. كاين اللي كان تيدور في شي بلاصه مع راسو، جا هنا يرتاح مع راسو. هو هذوك المؤسسات المانحه والسلطات ساكته. لماذا؟ لا جات هذا المكتب الجديد الذي تم انتخابه راه جا باش ينقذ الفريق، دار جمع عام على اساس انه يتحمل المسؤوليه. راه حتى هو يتحمل المسؤوليه ديال النزول ديال الفريق، راه عنده طرف هو واللجنه المؤقته، ويجب محاسبتهما معا. الشركه نعم. كنتي تقول بان احنا راه فئات شابه ضد الشيابن والهيابن، هكا باش كل واحد نعطيه حقه. الشيابن ما قدروش وجاو الشباب ها الفرقه طاحت في يدك، دابا اشنو غدير انت؟ ان الوضع ديالهم كان خصهم يتكلموا، لان باش قلنا شبهه تبديد المال العام كان خصنا نوقفوا على انا متفق معك. الشبهه ديال تبديد المال العام ماشي سهل. لكن اقول ان المساله اللي تركزوا عليها الان هو نتحاسبوا، نطلبوا لجان ديال الافتحاص والتدقيق في الماليه ديال الفريق، في التدبير ديال الفريق، في التسيير ديال الفريق، شنو واقع. هذه اللجنه اللي جات هل اتت بخطه انقاذ رجاء بني؟ الابا باش نكونوا موضوعيين، المكتب اللي فات خلص ليه داك الشيء اللي خصو يتخلص ليه. ما داك فاش مشى هو، لان مشى تليبيره، هو تليبيره داتو الجيش الملكي فابور. من العيب باش ندير فيك ثقه انت، ندير فيك انا كمسؤول. درت هذيك اللجنه. علاش درت هذيك اللجنه؟ لانه بدا واحد شويه ديال الغليان في الجماهير في الشارع. فانا راه ما بيني وبينه الخير والاحسان. هذاك السيد راه باع رزقه باش ينقذ الفريق ديال الرجاء بني ملال. الدوره 15 تبين بانه رجاء بني ملال سقط. وانا الناس راه جيشت الجمهور الشريف الله يرحم الوالدين، باش نكونوا موضوعيين. وناضوا قال لك ما بغاوش البكاري، ودابا اللي رجاء بني ملال محتاجه الابناء ديالها انها توقف مع الفرقه ديالها. هذا هو الوضع ديال رجاء بني ملال. الجميع يتدخل، الجميع يقرر، ولا احد يتحمل مسؤوليه القرار. والناس خصها تتنازل على الانا ديالها المتضخم وعلى النرجسيه ولا داك ليغويزم الزايد. المكتب الحالي الذي ترأسه السيد مهدي الشريمي راه يعيش صراعات. حتى هو صراع. يعيش صراعات. الخريطين أن لا ينسحبوا من المؤسسة، لأن لليقين بأنهم بزاف ديال الناس ما غاديش تجدد لي الخيرات.